اكيد كلنا سمعنا عن خبر عودة رومان رينز في وقت قريب عشان ينتقم من سولو، وفهمنا من الغاء متابعته لسولو على الانستجرام انه متابعه ومراقبه وبيجهز عشان يرجع في وقت قريب ويحاسبه على كل اللي عمله. فخلينا بقى نراجع الاحداث اللي حصلت من بعد راس المنيا ونشوف سولو عمل ايه، ونحاول نفهم هل اللي سولو بيعمله ده من دماغه ولا في حد بيوجهه، ويا ترى رومان لما يرجع هيكون عامل ازاي بعد الغياب ده كله. قبل ما نبدا ما تنساش اللايك، ولو عجبك محتوى القناه اتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. في سماك داون اللي بعد راس المنيا على طول حصلت كام حاجه كده دخلتنا في فصل جديد من قصه البلاد لاين. في بدايه العرض ده كودي رودز اخد اوضه البلاد لاين لانه بقى البطل الجديد، وسولو كان عاوز يدخل يهاجمه لكن بول هيمن قال له لا لان رومان رينز امر بكده، ورومان رينز متقبل الخساره اللي خسرها قصاد كودي. في نفس اللحظه دي كيفن اونز دخل الاوضه وقعد يغيظ سولو. بعد كده راح سولو طلع على الحلبه واتكلم حبه وقام غدر بجيمي اوسو اللي هو اخوه ودمره وعمل له اصابه. وفي نفس الوقت ظهر عضو جديد في البلاد لاين وساعد سولو ان هو يعمل كده، والعضو الجديد ده كان تاما تونجا. بول هيمن بقى حاول يتواصل مع رومان رينز، قام سولو كسر له التليفون وهدده ان هو هيضربه، وسولو كمان قال ان هو عمل كده باوامر من زعيم القبيله. بعد اللي حصل ده قام سولو مهاجم كيفن اونز بسبب ان هو استفزه. وفي فتره الدرافت بول هيمن اعلن ان رومان رينز هيكون خارج الدرافت السنه دي، يعني ولا هيكون في الرو ولا في سماك داون. وبول هيمن عمل كده لانه مش عارف يتواصل مع رومان رينز من بعد لما سولو سيكوا كسر له التليفون بتاعه. بعد كده حصلت مباراه بين سولو وتاما تونجا ضد كيفن اونز وراندي اورتن. في المباراه دي ظهر عضو جديد في البلاد لاين واللي هو تونجا لوا اللي دخل ساعد سولو وتاما تونجا عشان يكسبوا المباراه دي. بعد كده حصل كمان ان سولو عدى قدام جي اوسو في مره من المرات هو واللي معاه، وزي ما يكون بيندموا ان هو سابهم، اللي هو انت مشيت وجبنا غيرك انت واخوك. بالاضافه لده كل الاحداث دي خلت بول هيمن يدخل في حاله اكتئاب لانه مفتقد رومان رينز ومش عارف يتواصل معاه، ومضغوط بسبب المصايب اللي سولو بيعملها وهو بيتورط فيها معاه. وكذا مره سولو يكذب على بول هيمن ويقول له ان ترايبال شيف عارف بكل حاجه بتحصل وان دي اوامره، او بصراحه ما حددش مين بالظبط ترايبال شيف ده، ما ذكرش اسم، هو قال الترايبال شيف بس. واخيرا سولو مكمل عداوته مع كيفن اوينز وراندي اورتن دخل يساعده في العداوه دي. وفي وسط كل ده حصل في عرض كلاش ات ذا كاسل ان سولو سيكوا دخل بعد فوز كودي رودز وهاجمه هو وتاما تونجا وتونجا لوا، مع ان رومان رينز كان منبه عليه وعلى بول هيمن ان محدش يجي جنب كودي ولا يعمل له حاجه لانه متقبل خسارته قصاده زي ما قلت لك. وبالرغم من كده قام سولو دخل هاجمه برضه. فحاليا احنا في حيره، هل سولو بيكذب وبيقول ان هو بياخد اوامر من الترايبال شيف اللي احنا فاكرينه انه رومان رينز، ولا سولو بيقول الحقيقه وكل اللي بيعمله ده من اوامر الترايبال شيف فعلا بس مش رومان رينز؟ فيا اما سولو بيقول على نفسه ان هو الترايبال شيف، او الترايبال شيف اللي سولو يقصده هو الروك. بص سواء كده او كده عندنا ادله على الاجابتين. الاول الادله اللي بتقول ان سولو بيتصرف من دماغه، وهي ان سولو هاجم كيفن اوينز وراندي اورتن وعمل معاهم عداوه. تاني حاجه انه دخل لكودي رودز بعد عرض كلاش ات ذا كاسل وهاجمه هو كمان. والدليل الثالث هو ان رومان رينز قال لسولو قبل كده انه لو حصل له حاجه فساعتها سولو هيكون مكانه. فحاليا سولو بيستغل غياب رومان رينز دلوقتي وبيتصرف زي ما هو عايز لان رومان اداله الصلاحيات دي قبل لما يغيب وقال له لو حصل لي حاجه انت اللي هتبقى المسؤول هنا من بعدي. ولكن قبل كده كان في ادله ثانيه على انه مش بيتصرف من دماغه وان في حد فعلا مديله اوامر، زي مثلا انه لو كان عاوز يهاجم كودي او يتحداه كان هاجمه من بدري جدا، ولكن هو فضل بعيد عنه وما هاجموش غير من قريب، ولما هاجمه ما فسرش هو هاجمه ليه. تاني حاجه ودي الاهم هي ان سولو ما قالش على نفسه ان هو الزعيم او الترايبال شيف، وده معناه انه فعلا احتمال يكون بياخد اوامره من حد تاني. طب دلوقتي رومان رينز عمل الغاء متابعه لسولو على الانستجرام زي ما قلت لك، وزي ما يكون بيقول ان هو شايف اللي بيحصل ومتضايق منه، وفي اشاعات بتقول ان رومان رينز رجع قريب واحتمال يرجع في فتره ماني ان ذا بانك او قبل سمر سلام عموما. وسواء رجع او لا فتصرفات سولو لحد دلوقتي هتخلي رومان يرجع قريب جدا لانه عمل حاجات كتير غلط، زي انه عمال يضم اعضاء جدد للعصابه ويكبرها بدون علم رومان رينز. فده بيقول لنا اننا داخلين على دمار حتمي في عروض سماك داون وحرب اهليه كبيره بين عصابه البلاد لاين، والحرب دي فعلا ولعت بانضمام جيكوب فاتو اهم عضو في العصابه الجديده حاليا، اهم من سولو سيكوا نفسه، لان الراجل ده لعبه خرافي، الراجل ده مكسب كبير جدا للاتحاد، وهتشوف ان كلامي صح قريب. واخر حاجه حصلت هي ان سولو سيكوا قال لبول هيمن ان رومان رينز مش هيرجع تاني، ولكن طبعا كلنا عارفين ان العكس هو اللي هيحصل. بس بعيد عن السيناريو والقصه اللي بتحصل حاليا في حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. عودة رومان رينز لازم تكون عودة مختلفة، وعموما هو ده اللي فعلا هيحصل، ورومان لما يرجع هيكون بشخصية جديدة، لأن هو ده اللي ابتدى الاتحاد يشتغل عليه ويمهده لينا بعد راس المنيا على طول، لما رومان رينز تقبل خسارة البطولة قصاد كودي رودز، ومحدش كان متوقع كده خالص. الكل كان فاكر ان رومان هيرقد لكودي وينتقم منه لما يرجع، لكن اللي حصل انه عدى الموضوع وقال ان كودي يستحق ده. معنى كده ان لو كان رومان رينز لسه بيظهر لحد دلوقتي كان بعد خسارته قصاد كودي رودز كان هيتعامل مع الموضوع بتواضع وما كانش هينكش كودي، وده اللي هو فعلا امر بيه انه يحصل في غيابه.
سولو بقى خالف الاوامر دي وعمل حاجات كتير بدون علم رومان رينز، وبالطريقه دي الاتحاد بيمهد لنا فكره ان رومان رينز لما يرجع مش هيكون هو الشخص السيء، بل هيكون هو الشخص المسالم بدليل موقفه بعد لما كودي رودز هزمه وخد منه البطوله. والاتحاد بيقول لنا برضو ان سولو هو اللي هيكون الشخص السيء واللي هيقف قصاد رومان رينز لما يرجع، والتغيير ده مطلوب جدا جدا لان رومان رينز قعد 4 سنين بشخصيه الشرير، والاتحاد من زمان من ايام شخصيه البيج دوج كانوا بيحاولوا يخلوا رومان رينز المحبوب الاول للجماهير، ولكن فشلوا في ده. بص بقى دلوقتي على الجمهور، من بعد عرض راسل مانيا والجمهور ما بطلش يهتاف باسم رومان رينز، في كل عرض بيطلعوا يقولوا عاوزين رومان لانهم حبوه بشخصيته الهيل وحبوا دور الشرير اللي مقدمه خلال 4 سنين. فمتخيل لما يرجع ويكون شخصيه فيس ويعمل دور بطل محبوب وبيحب الجمهور، متخيل هيكون عامل ازاي؟ متخيل تفاعل الجمهور هيكون شكله ايه لما الترايبال شيف يكون طيب؟ احنا داخلين على الفصل اللي احتمال يكون الاخير في مسيره رومان رينز، وداخلين على تغيير الشخصيه او الدور اللي رومان رينز هيكمل بيه باقي مسيرته، انه يكون اخيرا مصارع محبوب بجد. وساعتها هنقول اخيرا وصلنا للنتيجه اللي الاتحاد كان بيحاول يوصل لها من 2015 وما عرفوش غير بعد تعب جامد جدا. وبقول لك ان احتمال يكون ده الفصل الاخير، لان برضه اعتقد ان ظهور رومان رينز هيكون قليل مش هيكون كتير، لانه قدم كل حاجه خلاص وعمل اكبر انجاز ممكن يعمله في حياته ومش هيجي اكبر منه. بطل لمده 4 سنين ومتصدر الحدث الرئيسي الراسل مانيا اكتر من 8 مرات، عاوز تاني؟ عشان كده الاتحاد دلوقتي بيحاول يملى الفراغ اللي هيسيبه رومان رينز واحده واحده. رومان في المستقبل مش هيكون موجود كتير، بس البلاد لاين اتعملت بسبب رومان رينز، فالاتحاد قال لك احنا نطلع بفكره حلوه، نشغل البلاد لاين بناس جدد عشان لما رومان رينز يرجع يلاقي قصه يدخل فيها ويقدر بعدها يغيب براحته والقصه برضه تطول. فاللي بيحصل دلوقتي استعداد لعوده رومان رينز عشان يهين سولو سيكوا اللي قلب العصابه زريبه من بعد لما غاب. كلنا كنا بنقول ان رومان اللي اولى انه يرجع ياخد مباراه الاعاده بتاعته مع كودي رودز، لكن بصراحه انا شايف ان الافضل ان المباراه دي تكون بعيده، لاننا عشنا 2 سنين مليانين صراع بين الاثنين دول، فلازم نرتاح حبه وندخل قصه تانية. ورومان برضه عمره ما تواجه ضد سولو ولا مره، فلازم حاجه زي دي تحصل، خصوصا بعد كل اللقطات اللي حصلت في الكام سنه اللي فاتوا واللي ظهر فيهم ان سولو بيحقد جدا على رومان رينز وكان نفسه من بدري يكون مكانه. فدلوقتي انسب وقت عشان يحصل بينهم عداوه، والعداوه دي طبعا مش هتكون فرديه، وحتى لو بدات فرديه او حتى لو رومان في البدايه وقف لوحده ضدهم، فلازم في وقت من الاوقات رومان يحصل على دعم، وانسب 2 يدعموه هم الأوسوس. مع اني كنت احب جدا ان الأوسوس هم اللي يقفوا الاول قصاد سولو ورجالته ويحاولوا يوقعوه، وبعدين رومان هو اللي يظهر ويكون الدعم بتاعهم، مش العكس. ساعتها العوده هنا هتكون اجمد بكتير لما رومان يظهر اخر واحد. ودلوقتي سولو سيكوا ضم جيكوب فاتو لعصابه البلاد لاين بتاعته، والعصابه بقت كبيره ما بقتش صغيره، فده برضو بيدينا احتمال كبير ان يكون عندنا فرصه نرجع عضو تاني من العصابه القديمه ويكون مع رومان والأوسوس. والعضو اللي اقصده هنا هو سامي زين، وحرب العصابات اللي بينهم تولع اكتر واكتر. اركن بقى كل اللي قلته لك ده على جنب وعاوزك تتخيل معايا حاجه. تخيل بقى بعد كل ده يكون صراع رومان رينز مش مع سولو سيكوا اصلا، ويكون سولو مجرد اداه في ايد حد تاني بيوجهه وبينفذ اوامره ويمشي له مصالحه. تخيل لو الروك هو الترايبال شيف اللي سولو سيكوا يقصده طول الوقت. اكتر حاجه مخليه الموضوع ده وارد يكون صح ان الروك دايما بيتكلم عن راسل مانيا 41 انها هتكون اضخم راسل مانيا في التاريخ وانه هيشارك فيها. فيا اما زي ما قلت لك قبل كده ان هو بيقول ده بسبب انه هيلاعب كودي رودز على بطوله الاتحاد، يا اما بيقول كده عشان هيلعب المباراه اللي كلنا مستنيينها وهي الروك ضد رومان رينز على لقب زعيم القبيله. ويمكن فعلا الروك يكون هو اللي باعت سولو عشان يهاجم كودي رودز بعد كلاش ات ذا كاسل، لانه حب يوقع كودي رودز لانه لقاه مع الوقت بيكبر وبقى اقوى من الاول بعد لما بقى بطل الاتحاد. ويمكن الروك حس بالغيره شويه بعد لما حصلت له اصابه في دراعه، فحب ان هو يعطل كودي شويه فبعت سولو والرجاله بتاعته عشان يضربوه. انا ببص للمدى البعيد لان الاحداث والاخبار المنتشره دلوقتي بتقول ان قصه البلاد لاين هتبتدي تنشط من تاني وهنرجع نشوف احداث حلوه. فعمال اربط كل الاحداث اللي حصلت قبل كده سواء عمايل سولو او حوار ان الروك بيقول على نفسه انه الفاينل بوس، وبشوف ايه اللي ممكن يحصل. فاتمنى القصه تمشي بطريقه حلوه وتعجبنا كلنا وترجع لنا الحماس لعروض سماك داون من تاني. ده كان رايي وعاوز اعرف رايك في الكومنتات، ويا ريت ما تنساش اللايك، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.